تعالوا يلا بينا نشوف ايه اللي بيحصل في عرض سماك داون، نشوف المحادثه بين شيكا فاتو وسولو سكو والمباراه للعضو الجديد اللي مع سولو سكو، وكمان نشوف مباراه المؤهل للماني ان ذا بانك. فتعالوا بينا يلا نخش على الفيديو. بنفتتح العرض بدخول الساموا سولو سكوا ومعاه شيكا فاتو ومعاه جيفكوب. بيدخل سولو سكوا وبيطلب من الجماهير انهم يساعدوه عشان يرحبوا بجيفكوب، وانه السبب من اسباب ان اللقب الولايات يفضل معانا في العيله. بعد فوز كودي رودز على رومان رينز وخد منه اللقب وقتها، كل حاجه راحت من العيله، وانا هرجع اللقب للعيله عن طريق ان انا افوز بمباراه الشنطه. بعدها شيكا فاتو بيسحب المايك من ايد سولو سكوا وبيقول له انا قلت لك ان انا هجيب اللقب للعيله دي، وقلت لك برضو ان انا هحافظ على اللقب الولايات بوجودك او من غيرك. لكن سولو سكوا بيقاطعه بيقول له احنا عارفين كل ده، وانا عاوز منك حاجه دلوقتي يا جيكوب. انا عاوزك تقول لي زي ما كنت بتقول لي زمان، كنت بتقول ايه I love you I love you سول، زي ما كنت عاوزك تقول لي زي ما كنت بتقول لي زمان كده. وشيكا فاتو بيقول له I love you سول كده بس بطريقه عادي كده، اللي هو I love you سول، يلا عادي خلينا نخلص منه. بس سولو بيطلب منه ان هو يقولها بشكل حماسي كده زي ما كان بيقولها، وبيزقه كده على كتفه كده، يعني زقه كده بسيطه يعني. شيكا فاتو بتحس ان هو كان هيضربه وقتها، بيقول له احنا هتهزر معاه ولا ايه؟ لكن قاطعهم ال نايت وهاجم جيفكوب من ظهره، وبعدها ساب الحلبه وجري، يعني قال يا فكيك هيضربوني. بعدها دخلنا على مباراه بين فريق فراكسيوم والدي اي واي، وفاز فريق فراكسيوم بالتثبيت السريع. وبعد نهايه المباراه الدي اي واي بيكملوا هجومهم على فراكسيوم، وبس بيتدخل ماشين جان وبيساعدوه وبيهاجموا الدي اي واي، وبتخلص المباراه على كده. المباراة كانت كويسة يعني ماشي. بعدها بيظهر اندرادي لراي فينيكس، وراي فينيكس بيشكره على مساعدته ليه في عرض سماك داون اللي فات. وبعدها اندرادي بيتمنى له التوفيق في المباراة الليلة، وبيقولوا انهم ممكن يتقابلوا في مباراة الماني ان ذا بانك. وبيظهر لهم البلاد لاين وبيسألوهم عن مكان الإنا. بعدها بيظهروا ستريب بروفيت لفراك وبيباركوا لهم على الفوز ضد لوس جارسا وبيرتا ديدلي والدي اي واي الفترة الأخيرة، وبيديلهم فرصة على اللقب في عرض سماك داون الجاي. بعدها بيتم عمل مقابلة مع ارتروس، وبيقول ان الحياة كانت صعبة والضغوطات كتير، وان جون سينا علمه نيفر جيف اب، عدم الاستسلام. اللي هاجمني في المؤتمر الصحفي ده مش جون سينا، انا عارف جون سينا كويس، جون سينا الافضل بمر العصور، بس لو انا اضطريت ان انا العب ضده فانا هعمل كده، وده اللي هيحصل فعلا. انا اتكلمت مع نيك ألدس وهنلعب مباراة في عرض ساتردي نايت مين ايفنت على اللقب، وتم الاعلان فعلا ان المباراة دي هتتلعب. ماشي، احنا كلنا عارفين يعني من قبل ما باكلاش يخلص اصلا. بعدها بيتم عمل برومو لديمين بيريس بيتحدى فيه درو ماكنتاير في مباراة اخيرة ما بينهم، وبيقول ان هم لازم يلعبوا مباراة اخيرة بينهم لانهم هم الاتنين اتأدوا في اذى بعض، وهنلعب مباراة في القفص في عرض ساتردي نايت مينيفي. بعدها دخلنا على مباراة بين أليستر بلاك وكاراميلو هايز، واثناء المباراة بتدخل زاميز على أليستر بلاك وبتنتهي المباراة بالديكيو. بعدها دخل المحارب اسكتلندي درو ماكنتاير المهمش في جميع العصور. بيدخل درو ماكنتاير وبيقول انه شاف الفيديو الخاص بديمين بريست، والحاجة الوحيدة اللي قالها صح انه هما الاتنين اتسببوا في اذى البعض. ديميان بريست مهووس بيه وغيران من عشان انا كنت هكون قريب بطل جراند سلام، وانا بقبل تحدي ديميان بريست في مباراة القفص في عرض ساتردي نايت مين ايفنت، وبيتم الاعلان رسميا عن المباراة. بعدها دخلنا على المباراة المؤهلة لمباراة الماني ان ذا بانك، مباراة الشنطة، سولو سكوا ضد جيمي اوسو ضد راي فينيك. مباراة كويسة فاز بيها سولو سكوا وبأول المتأهلين لمباراة الماني ان ذا بانك. وبعد نهاية المباراة بيتدخل إلي نايت وبيهاجم جيفكوب، بس بيخش نيك ألدس بعد ما إلي نايت كان بيحاول انه يهرب، وبيعلن عن مباراة بين إلي نايت وجيفكوب دلوقتي. وفعلا بيخشوا مع بعض الاثنين مباراة، وبيفوز بمباراة جيسي ماتي او جيفكوب. وبس بصراحة انا هو كان اداؤه جامد بصراحة، الواد ده اداؤه حلو جدا على حلبة، انا عجبني والله. وبعدها بيتم عرض برومو لشيسكي نيكامورا، وبيقول فيه ان إلي نايت ما تغيرش، وانه مش بيخاف من أليستر بلاك، وبيعلن عن مباراة المؤهل للماني ان ذا بانك بتبقى شيسني نيكامورا ضد أليستر بلاك ضد إلي نايت.
العرض الجاي. وبيظهر سانتوس كومارو وبيتكلم مع احد اعضاء فريقه وبيقول له انه مش عارف يوصل لبيرتو، وانه مش بيرد عليه ومش موجود في بيته وبيكون قلقان عليه، وبيقول ان هو مجهز للفريق فرصة كبيرة جدا في المستقبل. وبينتهي العرض على كده، لان المباراة الحدث الرئيسي بتكون سيدة وفيها البغلة بحالها نايا جاكس يعني، فابعدونا عن الكلام ده يعني. عرض يعني زبالة وعادي خالص يعني، ما فيش في اي حاجة مميزة خالص يعني، عرض عادي جدا، اقل من العادي بكتير جدا كمان، فتقييمه زفت حرفيا. اسف على تأخير الفيديو، بس في مشاكل كده في المايك يعني وكده، فاحنا مش عارفين نسجل يعني، احنا سجلنا دي بالعافية والله، فان شاء الله نحل المشكلة في اسرع وقت. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتنزل تقول لي تحت في التعليقات، مش عارف بس متحمس للماني ان ذا بانك ولا لا. وبس كده، سلام.